مرعب جدا. في كوكب اليابان يموت أكثر من 30,000 مسن سنويا وحيدين في منازلهم، وتظل جثثهم تتحلل لشهور قبل أن يتم اكتشاف وفاتهم، حتى بات وفاة كبار السن وموتهم وحيدين بلا عائلة أو أحد يسأل عنهم ظاهرة تسمى بكودوكوشي كودوكوشي. من القصص المحزنة أوساكا ذو 21 سنة والذي يعاني من الشلل، ماتت زوجته التي كانت تعتني به، ثم مات هو جوعا وتعفنت جثتيهما، ولم يكتشف موتهما إلا بعد أسابيع. إما ابنهما فقد رحل إلى مدينة يوكوهاما منذ زمن طويل، ولم يفكر حتى بالاتصال بهم، فضلا أن يحضر جنازتهما. فهل عرفت الآن لماذا قطع الإرحام من الكبائر؟ قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سبحان الله، لا تجعلها تتوقف عندك، شاركها وشارك في الأجر والثواب.